وتكلمنا عن المؤسسات ومدى ارتباط فكرة المؤسسات بحقوق الإنسان، وأهمية أن يعني تلتزم كل مؤسسات الدولة بالدستور أولا، وبالقوانين ثانيا، وبحقوق الإنسان. وطبعا نحن عم نحكي عن مؤسسات ارتكبت انتهاكات بحق الشعب السوري خلال السنوات الماضية، وما جرى خلال الثورة السورية. وهنا الأمر ليس حكرا فقط على يعني الجيش والأجهزة الأمنية، بل يتعدى ذلك. يعني المؤسسات الحكومية شاركت أيضا بهذه الانتهاكات. مثلا على سبيل المثال ليس الحصر، الإعلام حرض، الإعلام الرسمي للنظام حرض على قتل السوريين وعلى ما جرى في سوريا خلال الفترة الماضية. فإذا يعني هذه المؤسسات مؤسسات الدولة السورية، ليست مؤسسات النظام. ننطلق من خلفية أن هذا الدستور الذي نحن بصدد كتابته سيدخل حيز التنفيذ، أو يدخل يعني حيز التطبيق بعد تنفيذ القرار 2254 بكل بنوده ومندرجاته، وبعد توقيع الاتفاق السياسي، وبعد تحقيق العدالة الانتقالية. وأيضا اليوم في مداخلاتنا ربطنا بين إصلاح المؤسسات والعدالة الانتقالية، لأن أحد يعني مسارات العدالة الانتقالية هي إصلاح المؤسسات. بهذا المعنى وبهذه الخلفية تمت النقاشات اليوم. طبعا في تباين كبير يعني بين الأطراف، بين فريق ما زال يعيش حالة نكران لما جرى في سوريا خلال السنوات الماضية، وبين فريق مؤمن بالحرية وبالديمقراطية وبحقوق الإنسان. ونسعى جاهدين أن نضمن هذه مبادئ الثورة السورية، شعارات الثورة السورية، ما يريده الشعب السوري لأولاده ولأحفاده بما يتعلق بالحقوق والضمانات والتداول السلمي للسلطة والخلاص من الدكتاتورية والخلاص من النظام الوراثي الجمهوري. هذا الدستور الجديد لن يدخل حيز التطبيق إلا بعد تحقيق الانتقال السياسي الديمقراطي وتنفيذ القرار 2254 بكل بنوده ومندرجاته، وتحقيق العدالة الانتقالية، ومحاسبة المنتهكين ومحاسبة المجرمين. تمام؟ فإذا ليس هناك تراجع عن هذه المطالب، وهذا هي السقف السياسي، هذا هو سقفنا السياسي. أما عندما تتحدث في المستقبل في الدستور هذه مؤسسات الدولة السورية، فإذا أنت يجب أن تقدم رؤيتك حول كيف ستكون هذه المؤسسات بعد الخلاص من نظام الموجود والانتقال إلى النظام الديمقراطي. نحن لا نتحدث عن هذه المؤسسات اليوم، نحن نتحدث عنها بعد الحل السياسي كما ذكرت. فإذا أنت كممثل لقوى الثورة والمعارضة عليك أن تقدم رؤيتك حول هذا الأمر وكل الأمور الأخرى المطروحة. كيف تنظر إلى هذه المؤسسات، كيف تنظر إلى عملها، كيف يمكن تطوير عملها، إعادة هيكلتها، البنود 12 الأساسية والحية للشعب السوري والتي وردت في البيان الختامي لمؤتمر سوتشي تحدثت عن بناء جيش، استخدمت كلمة بناء وليس إعادة هيكل، بناء جيش وأجهزة أمنية. إذن نحن نقدم رؤيتنا حول هذه الأمور، وليس هناك أي تغيير ولا أي تراجع. نعم.